ذكرنا لكم سابقا بأننا نود الحديث عن هذه الشخصية وكنا أبرزنا مقدمة طويلة عنه، لذلك لا أريد أن أكرر لكم مما سبق حتى يكون الكلام متناسقا وشيقا، لذلك دعونا نبدأ. ولد إدريس دبي في 18 يونيو 1952 في بلدة فادا في شمال شرق تشاد، ونشأ فقيرا. وتقول بعض المصادر أن والده كان راعيا، كما أنه ينتمي إلى عشيرة الزغاوة المنتشرة بين الحدود السودانية والتشادية، حيث درس الابتدائية والثانوية في فادا، والتحق بمدرسة الضباط في نجمينا في تشاد، وتخرج سنة 1976. وبعد ذلك التحق بمعهد إيموري دولاغران للطيران في فرنسا، وتخرج منه حاصلا على رخصة طيار محترف سنة 1978. عرف عن إدريس دبي أنه رجل عسكري بامتياز ومخطط استراتيجي، ويتحدث 3 لغات هي اللغة العربية واللغة الفرنسية ولغة الزغاوة المحلية. بين فترة الاضطرابات التي تلت سقوط الرئيس الاستقلالي فرانسوا تمبالباي، كان دبي في صف الرئيس العسكري الجنرال فيليكس معلوم حتى انهيار حكم الأخير سنة 1979. وعلى ذلك الإثر حول ولاءه إلى حسين حبري، أحد قادة الأجنحة المتصارعة على حكم تشاد آنذاك، ولا سيما في وجه غريمه اللدود كوكوني عويدي. ولما نجح حبري في إطاحة عويدي سنة 1982، قدر حبري إخلاص دبي وولاءه وعينه قائدا للجيش. وعام 1984 ارتفعت أسهم دبي أكثر بفضل نجاحه في ضرب القوات المدعومة من قبل ليبيا في الشمال تشاد، غير أن حبري قرر في العام التالي إعفاءه من منصبه وإرساله إلى فرنسا ليلتحق بكلية الحرب في باريس. ولدى عودته من فرنسا عينه حبري مستشارا رئاسيا للشؤون العسكرية. مجددا خاض دبي مواجهات ضد القوات الليبية والقوات التشادية الحليفة لطرابلس، خرج منها برصيد أكبر من الاحترام الداخلي، غير أن الخلاف سرعان ما ذر قرنه بينه وبين الرئيس حبري عام 1989 حول موضوع السلطات المتزايدة لقوات الحرس الرئاسي آنذاك. يوم ذاك اتهم حبري دبي بالتحضير لانقلاب عسكري ضده، مما أجبر بالأخير إلى الفرار إلى ليبيا، ومن هناك انتقل إلى السودان، حيث أسس حركة الإنقاذ الوطني بدعم ليبي وباشر التحرك ضد نظام حبري في أكتوبر 1989. وجاءت الضربة القاضية التي وجهها دبي لنظام حبري في الهجوم الكاسح الذي شنته قوات الحركة يوم 10 نوفمبر 1990 من الجبهة الشرقية للبلاد، وما زال معالمه حاضرا إلى يومنا هذا، أبرزها في مدينة الطينة من آلات عسكرية مدمرة ومقابر جماعية ونصب تذكاري للشهيد علي إبراهيم. ثم توالى الزحف غربا بعد كر وفر بين الحكومة والمعارضة، والذي توج يوم 2 ديسمبر 1990 بدخول هذه القوات العاصمة نجمينا من دون مقاومة. تسلم الدبي الحكم. Sur le rescapé Idriss Déby qui revient aujourd'hui en vainqueur à N'Djamena, Idriss Déby devant qui a fui sans combattre Hissène-Habré que les Tchadiens croyaient courageux. 34 ans, né à Iriba, le pays des dresseurs de chevaux, Idriss Déby est l'inventeur du réseau mécanisé, ses charges de cavalerie légère à bord de Toyota. Un chef de guerre qui a gagné toutes ses batailles contre les soldats de Kadhafi d'abord, contre les fidèles d'Hissène-Habré ensuite. حكم دبي تشاد بموجب دستور جديد أقر به بعد توليه حكومة مؤقتة السلطة لمدة 3 أشهر. وقد أبرم الدستور في استفتاء شعبي سنة 1996، وتلته انتخابات رئاسية فاز بها دبي بعد الدورة الثانية، وأعيد انتخابه منذ الدورة الأولى رئيسا عام 2001. ثم استمرت فترة حكمه حتى 2021 بعد فترتين رئاسيتين بتعديل دستور الحكم. ومن أهم مواقفه الخارجية هو محاربة التنظيمات الإرهابية. وفي 18 يناير 2013 أعلنت جمهورية تشاد عزمها على نشر 2000 جندي في مالي كجزء من الحملة
الدولية ضد المتمردين الإسلامويين الفارين من ليبيا بعد سقوط حكم القذافي، وفوج مشاة قوامه 1200 جندي وكتيبتان دعم من 800 جندي. لم تكن القوات التشادية جزء من بعثة الدعم الدولية لقيادة أفريقية إلى مالي، لكنها مدمجة في هيكل قيادة فرنسي قائم. وأيضا حارب جماعة بوكو حرام المتشددة في كل من نيجيريا والنيجر والكاميرون حتى الرمق الأخير. يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 أعلن الجيش التشادي عن مقتل إدريس ديبي عن عمر يناهز 68 عاما، متأثرا بإصابته في معارك مع المتمردين شمال البلاد، وشيع جثمانه في العاصمة الجمينة في جنازة رسمية، وحضر الجنازة عدد من قادة العالم أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لينتهي مسيرة 30 عاما على كرسي الرئاسة في تشاد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، ليتولى ابنه محمد إدريس الرئاسة لفترة انتقالية مدته عامين بعد التمديد، بعد انقضاء الفترة الانتقالية الأولى والتي كانت مدتها 18 شهرا. كان ذلك أبرز محطات حياة الرئيس الراحل، وإلى هنا انتهت قصتنا اليوم. وإن كنت من محبي مثل هذه المواضيع فليس عليك سوى الضغط على زر المتابعة والإعجاب ليصلك كل ما هو جديد، وحتى ذلك الحين في أمان الله.